السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ما تيجوا النهارده كده نعمل شوية بطاطا مكرملين زي ما انت شايفاهم، دايبين دوب من غير ما تشويها في الفرن. هنشويها على البوتاجاز بطريقة سهلة ومتكرملة ومسكرة وحاجة كده في منتهى الجمال. وزي ما انت شايفة البطاطا ما شاء الله اللهم صل على النبي مستوية وطعمها زي الزبدة كده، دايبة دوب كده. وعايزة اقول لك بقى ان احنا عاملينهم مكرملين النهارده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. لا هتسلقي كده بمية ولا هتعملي الكلام من ده خالص، بحاجات بسيطه بس هنعملها. لو قلت لك بربع كوبايه سكر بس هنعمل احلى بطه مكرمله النهارده، وفي الحله على البوتاجاز على عيون البوتاجاز. شايفه الجمال، شايفه السوا بتاعها، شايفه الكرمله اللي واخداها من البطاطا او من السكر. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله وندخل الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا بطاطا، كميه بطاطا بقى اللي انت حباها. البطاطا اللي معايا بطاطا وسط، يعني اللي هي تخينه قوي ولا رفيعه قوي، زي ما انت شايفه. وجبت الحله بتاعتي علشان هنزل بالبطاطا في الحله دي بمنتهى السهوله. هنزل بقى ايه، البطاطا اللي هي التخينه شويه معايا هحطها تحت في الحله من تحت كده، والبطاطا الرفيعه هخليها فوق، علشان طبعا البطاطا اللي هي التخينه شويه بتاخد سوا عن الرفيعه. فخلي دايما التخينه تحت والبطاطا الرفيعه فوق، او اللي حجمها تخين يعني خليها تحت والرفيعه خليها فوق، زي ما انت شايفه كده. اهو بسم الله ما شاء الله حاطها في الحله كده. ابدا بقى انا بسويها بس كده، بظبطها في الحله قبل ما ارفعها على النار على طول. زي ما قلت لك البطاطا ما شاء الله حلوه ومغذيه ومفيده كمان للولاد، ومفيده كمان للكبار والصغار. تهرسيها كده بحته سمنه بلدي على الفطار او على العشاء، بتبقى زي السكر وطعمها حلو قوي ومغذيه جدا. رفعتها على النار كده، او هرفعها لسه على النار معاكم. اهو بصوا ما شاء الله. تعالى بقى نشوف هنحط عليها ايه. معايا نص كوبايه سكر زي ما انت شايفه، الكوبايه دي كوبايه الشاي العاديه اللي هي الصغيره، نص كوبايه سكر بس. ورفعتها على النار زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط عليها ايه كمان بقى؟ بصوا يعني تلتين كوبايه ميه، او قولوا كوبايه ميه، هي كوبايه مش مليانه قوي زي ما انت شايفه كده. هحطها كده على النار، واقوم بقى ايه بقى اللي هيخليها تتساوي معانا على البخار. جبت ورقتين كده، اي ورقتين، ورقه كراسه ورق كتاب بتوع ولادنا بقى، وهقوم مغطيه على البطاطا حلو وهكمرها قوي، لان النهارده هتتسوى على البخار. حبه الماء اللي احنا حطيناهم دولت مع السكر هما اللي هيسووا البطاطا معانا. ايوه كوبايه الماء دي هتسوي البطاطا معانا، وهنرفعها على النار وهنسيبها على النار عاليه. اول ما تغلي ههدي النار بقى عليها وسيبيها. بصوا كده البطاطا بسم الله ما شاء الله اتبخرت وطلعت البخار بتاعها، ومش هتغيب معاكي في السوى ابدا، وهتبقى جميله وتحفه كده. وهتتكرمل بقى حبه السكر اللي احنا حطيناهم دولت في الحله من تحت دولت، هيكرملوا البطاطا معاكي وهتخليها مسكره وزي السكر كده. بصوا ما شاء الله هي دخلت في سوا، قربت كده خلاص تعتبر دخلت في سوا. هنشوفها دلوقتي بقى وهنطلعها مع بعض واوريكم شكلها عامله ازاي. ومزودتش والله ميه غير الميه اللي انا وريتها لكم دي، كوبايه الميه كده. غطيت عليها. بصوا بقى اللهم صل على النبي، استوت وبقت زي الفل معايا اهي. ادي البطاطا. هشيل بقى الورقتين دول. هتقولوا لي ايه فايده الورقتين دول؟ الورقتين دولت بيحبسوا البخار، بيخلوا البطاطا تستوي على البخار. بصوا الجمال، مستويه جدا اهيت وشاربه من العسل ومتكرمله. وعايزه اقول لكم كانت تحفه، طعمها مسكر وسكر كده. لو بتنقع هم بطاطا بقى وها بس جربي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. طريقه البطاطا على البخار المتكرمله الجميله دي، شاربه من السكر ومن البخار وشاربه من العسل. الكراميل تحفه. حبه السكر اتكرملوا بقى معايا وبقى طعمها زي العسل. شايفه البطاطا، شايفه الجمال، واخده لون حلو قوي من تحت ومتكرمله كده، وسكر دايبه دوب كده. السكر سايح بقى وعامل كراميل كده تحفه. شايفين العسل بتاعها؟ اللهم صل على النبي. اهي شايفه البطاطا وجمالها، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي قوي، هتعجبكم باذن الله لو جربتوا الطريقه دي. وبتطيب بسرعه وما بتغيبش ابدا. لو معاكي 5 كيلو 6 كيلو بطاطا هتسووهم بنفس الطريقه، هتبقى تحفه وهتطلع مسكره كده وزي العسل. وهتاكلها كمان كده من غير ايه، لا فرن ولا تحط سكر ولا اي حاجه. شايفه العسل بتاعها اهو، ادي العسل الكراميل اللي نزل منها ما شاء الله، صوص تحفه طعمه خطير، وكان مخلي البطاطا كده مسكره ومعسله وطعمها عسل. شايفه الجمال اهو، واخده لون حلو قوي قوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو لسه ما حطيتش لايك انزلوا وحطوا لايك لو الفيديو عجبك، واكتبي لي كومنت حلوه كده منك يثبت حضورك معايا. ادي الطريقه ديت، ادي خلاص. شايفه الجمال ما شاء الله استوت. هقطع لكم حته كده واوريها لكم. طبعا هي كانت سخنه جدا، بس انا هقطعها كده بالشوكه واوريها لكم. انا عايزه اوريكم ان هي مستويه ازاي ودايبه دوب كده وشاربه من العسل وحاجه تحفه كده.
شاربه من الكراميل. بصوا جمالها، بصوا لونها من جوه، شاربه كراميل وطعمها تحفه ومسكره بقى، ما اقولكوش بقى. طبعا انتوا عارفين الكراميل اللي بيعمل ايه في اي حاجه بتحط عليه. حلوه قوي، جربوا الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. لو عايز تاكل حاجه مسكره كده بالليل، عايزه تعمليها بسبولات، ممكن ياخدوها كمان معاهم في اللانش بوكس، او تعمليها على الفطار بحته سمنه بلدي كده، مش هتحتاجي انك تحط لها سكر ابدا. وكده البطه بتاعتنا تكون خلصت النهارده، وفيديو كده خفيف وسهل وسريع. الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوناش بقى من لايك، واشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير، مع الف سلامه.